5 جان على اي حال 20 معادي حلوين منه والجاي عشان على اي حال. دي بقى هرمونات ما بعد منتصف الليل. وانا ليه كل ما اكلم حد يقول لي سيبيني سيبيني، عليا ضغوطات. هدي اعصابك يا فنانه، مش كده. الله، هو انتوا عليكم ضغوطات وانا عليا مكسرات؟ اقسم بالله عندك حق. مرة شعور بعض يا جدعان، في ايه؟ اول لما تقف على رجلك اعمل ايه ساعتها؟ هيجيلك مسج مكتوب فيه ستايل ما تردش. ما ردش ليه؟ وهتجيني من مين اصلا؟ انا على اسكندريه على كوبري ستالوسا. طيب بالنسبه لاسكندريه وعرفناها، فين مكان كوبري ستالوسا ده؟ طب انا هغلب ليه؟ استنى اما اسال جوجل. جوجل، اين يوجد مكان كوبري ستالوسا؟ عند أمك أمشى يا بن العبيطة من هنا. انا يتقال عند امك؟ يا بحر الحوا يا حبيبي انا كنت عاوز سكيلك بقالي كام سنه بيقولوا انك قوي وبتجرح بالقوي يا عم يا صياد. يا عم نرفزتني، اسكت بقى اسكت بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. بطاقتي انتهت، فرحت السجل المدني جبت استمارة ومليتها وطلعت للموظف. لحد دلوقتي الامر عادي. ايه بقى جو السسبنس اللي انت عامله ده يا حاج؟ فكتب على السيستم البيانات، قال لي انت مين حضرتك؟ قلت له انا صاحب الاستمارة وصاحب البطاقة. قال لي حضرتك متوفي من سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسكت انت. يعني ايه يا حاج متوفي من سنة؟ ده خيالك مثلا؟ قلت له طب متوفي من سنة انت بتهزر؟ قال لي لا حضرتك على السيستم متوفي من سنة. قلت له خلاص يا عم الله يرحمني، اخد الاستمارة اقطعها وامشي ولا اعمل ايه يعني؟ من هنا لهنا دخلت للمدير السجل، يا عم انا ما متش وادي الاستمارة والموظف بيقول لي انت مت من سنة، ايه الحل؟ قال لي طب سيب لنا الورق كده وتعالى لنا بكره. ادعوا لي بقى بالرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تنسوش يا جماعه كلنا ندعوا بالرحمه بالله عليكم، وادعوا ربنا يعدي الايام دي على خير. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اليوم اللي شفتك فيه، هدي اعصابك كده يا حاج، نفهم بس في ايه. وفي اليوم اللي دخلتك حياتي فيه. يا بنت واستباحتك الزفت اللي على الصبح اللي خلتني كرهت نفسي وكرهت العالم وكرهت الدنيا كلها. تاني 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 ليه ليه؟ اشتكى من يعني قيام الماكينة بسحب أمواله وعدم الحصول على أمواله عند إجراء عملية سحب. ايه ده يا زوزي دي؟ ده يا ويزو حد راح يسحب فلوسه من الاي تي ام، زي ما تقولي الاي تي ام عندك معاه، طلعت الفلوس وراحت واخداها تاني. هنا في محافظة السويس حيث طلب منهم الحصول على أمواله نظرا لعدم مقدرة المكنة على الحصول على أمواله، ولما أخبروه العاملين في الشركة بأنه عليه أن التوجه أو الاتصال بخدمة العملاء، أشهر آلة حادة وقام بتحطيم ماكينة. طبعا بغض النظر عن شكل الاي تي ام خالص، بس انا عذرك اللي عملت كده فيه. اللحمة غلت يا حبيبي، اللحمة غلت. يا زوز يعني ايه لحمة؟ اصلا اللحمة غلت يا حبيبي، اللحمة غلت. حصل والله يا حاج، اللحمة غليت. يا صاحبي خلاص انسى اللحمة بدم غلت وفيها أزمة. يا صاحبي خلاص انسى اللحمة. خلاص يا حاج والله عرفنا ان اللحمة غليت. انت ما بتشتريش في حياتك اليومية خالص غير لحمة ولا ايه؟
بدم غلت وفيها أزمة، الناس كتير وبقى زحمة، الناس كتير وبقى زحمة، يا صاحبي خلاص يا صاحبي خلاص خلاص انت يا حاج والنبي. تنسى اللحمة. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايوه وزي ما انتم شايفين كده، ده كان اخر فيديو للمراحيض. الناس اللي بتقول عليه ببيع بطيخ اقرع، حسبنا الله، مش هتحاسبن على حاجه. لا يا حاج، ما حدش قال كده، ما حدش يستجرأ يقول كده. انا هوريك البطيخ الاقرع، البطيخ الاقرع هوريهولك. اتفرجوا يا ظلمه، اتفرجوا انتوا ظالمين الراجل لدرجه ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. بص بتستفيد بايه؟ ايه اللي تستفيده لما يعني توقف لي حاجه؟ ايه اللي هتستفيده؟ ايه اللي هتستفيده؟ خد البطيخ الاقرع، ادي البطيخ الاقرع. اقفل يا ابن الفلاشه يا ابن، النور جامد قوي في البطيخ. شفتوا البطيخ احمر ازاي؟ دم. بس شفتوا الراجل اللي بيصور ما عندوش ضمير، قايد له الفلاش على الاخر. ايه؟ اول امبارح 3 ب5 يا بلاش وتدي الفرقعه كمان. بص كده يا جماعه، ولا تقول لي بقى شغل صيني ولا شغل بتنجاني. العين فلقت البالونه. ما شاء الله عليك يا محمود، لا بتدخل لنا البيت سباك ولا كهربائي ولا ميكانيكي. محمود مثال لكل راجل مصري اصيل. ولا بتدخل لنا البيت حد غريب، بتعمل كل حاجه بنفسك. بسم الله ما شاء الله. يا حول الله يا رب. الله يرحمك يا محمود. ما يتخيرش حاجه عن البقره اللي واقفه وراه. هو بقك ده ولا ماسورة مجاري؟ عارف ايه تفسيره؟ ايه يا وزو؟ ده شيل اللوز. الله يقرفك. غور يا عم.